السلام عليكم اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض كيك الرواني. كيكة خفيفة وسهلة وجميلة، وهي خليط ما بين الكيكة والبسبوس. مقاديرها بسيطة جدا. هيكون معاكي 10 بيضات، 2.5 كوب سكر، كوباية ونص دقيق سميد او دقيق بسبوسة، 3 كوبايات دقيق العادي، معلقة ونص بيكنج باودر. وهتجزلها على جنب شربات خفيف، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. هتحطي البيض بتاعك في الخلاط، وهتحطي عليه الفانيليا وهتضربيهم. ممكن تحطيهم وتحطي معاهم السكر بتاعك وتضربيه كويس قوي لغايه ما السكر يبوظ. انا حطيت البيض وحطيت السكر وحطيت الفانيليا وضربتهم كويس في الخلاط. بعد كده هتجيبي الدقيق الابيض العادي، هتحطي عليه دقيق السميد البسبوسه او دقيق البسبوسه، وهتحطي معاه البيكنج باودر، اي نوع بيكنج باودر. ممكن بيكنج باودر بتاع الكيكه اللي انت بتستخدميه معاكي، ما لقيتيش ممكن اي نوع بيكنج باودر. هتقلبيهم كويس قوي علشان لما تيجي تضيفيهم عندك في الخليط بتاعك تبقى الدقيق متوازن مع بعضه والبيكنج باودر معاهم برضه. انا بعمل معاكي الخطوات واحده واحده عشان تبقى الطريقه سهله معاكي. بعد كده ده الخليط اللي ضربناه في الخلاط وضربتيه كويس قوي. عندك عجان خلاطي براحتك زي ما انت عايز. بعد كده هتبدأي تجيبي الخليط الدقيق بتاعك وهتضيفيه. ممكن تضيفيه مرة واحدة، وممكن تضيفي زي ما انا بحطه كده شوية بشوية، تقلبيهم عشان تطلع الكيكة بتاعتك او الرواني مظبوطة معاكي. قلبيهم وابدأي ضيفي تاني. كل ما هتضيفي شوية دقيق الخليط بتاعك هيتقل. وعلى فكرة يا جماعة، خليط الرواني او كيك الرواني بيبقى الخليط بتاعها تقيل شوية عن الكيكة العادية، علشان سمية البسبوسة بيخليها تقيل. ما تخافيش وما تقوليش بقى هي تقيلة كده مش هتنفع، طب ازودها شوية لبن، ازودها بيض تاني، لا. امشي مع المقدار كويس عشان تطلع معاكي مظبوط. واحدة ممكن تسأل تقولي ما هي كده هتبقى ناشفة. ما هي بعد ما تطلع من الفرن هنحط عليها الشربات، والشربات بتاعها هو اللي بيخليها طرية وطعمها مختلف عن الكيكة العادية. هقلبها كويس علشان يبقى الخليط متجانس. وفي الوقت دوت قبل ما ابدا الخطوات طبعا هنكون مشغلين الفرن على درجه حراره 180 يسخن لغايه ما اخلص الخطوات بتاعتي. هجيب صينيه مدوره او قالب مستطيل، هدهنها سمنه وهرشها بشويه دقيق زي تجهيزة الكيكه بالظبط. طبعا هي تقيله، انا بشوف بس هي الخليط بتاعي متجانس ولا ممكن اقلبه شويه كمان. خلاص كده انا خلصتها. هجيب الصينية بتاعتي ادهنها سمنة او زيت وهرشها بشوية دقيق علشان لما اجي افضي الرواني منها او كده ما تبقاش لازقة في الصينية. انا ظبطت الصينية بتاعتي، هبدأ افضي فيها الخليط بتاعي. هتعامل معاها زي الكيكة العادية بالظبط. طبعا هدخلها الفرن ومش هفتح عليها برضو الفرن قبل نص ساعة علشان ما تهبطش مني وتبقى طعمها كويس. افضي الخليط كله كويس. الفرن كده في الخطوات دي هيكون سخن معايا. هفرغ الهواء اللي في الصينية وهدخلها الفرن. هسيبها نص ساعة، بعد كده هبص عليها واشوفها عملت ايه. دي بعد نص ساعة بعد ما خرجتها من الفرن
طبعا انا اختبرتها عشان اشوفها استوت ولا لا بسلكة سنان او بخلة شوي. انا برضو بوريكي بالسكينة تاني اهو. هبدأ بقى احط عليها الشربات بتاعها. طبعا الشربات ده بارد يا جماعة، والصينية لسه سخنة وطالعة من الفرن. هسقيها كويس قوي علشان ما تطلعش ناشفة من جوه. الجزء اللي بصب عليه وبيشرب بيبان، بيبقى لونه غامق شوية عن الجزء الفاتح ده، بيبقى لسه مشربش كويس. انا بلف الصينية وبحركها علشان الشربات يمشي فيها كلها وتبقى كلها طرية زي بعض. طب انا خلصت الشربات بتاعي ولقيتها فيها جزء ناشف وجزء طري، ممكن اعمل لها شربات تاني شوية صغيرين على قد الكمية اللي انا محتاجاهم، وبعد كده اصبهم عليها. هتكون هي بردت هحط شربات عليها وهو سخن. هبدأ بقى ازوق الوش بتاعها بجوز هند. اللي ما بيحبش الجوز الهند كفاية عليها كده، لما تبرد يقطعها ويغرفها في اطباق التقديم، ما فيهاش اي مشكلة خالص. دي بقية كمية الشربات اللي انا كنت عاملاها، بس انا بستنى شوية اشوفها شربت. طب ايه المكان اللي هي محتاجة تاني او لا. كده انا حطيت لها كمية الشربات كلها. في دقيق السميد بيشرب الشربات كله، ما بتحتاجيش يعني ممكن تحتاجي تاني. وفي بيطلع معاكي مقدار الشربات بتاعك مظبوط على طول من اول مرة. خلاص كده كلها شربت الشربات بتاعها واطمنت عليها من كل ناحية، خلاص طرية. ابدا اجيب شويه جوز هند ناعم. طبعا انت مش هتجيبي اللي هو الورق بتاع محلات الحلويات التانية، انت هتجيبي الناعم دوت وترشي منه. زي ما قلت اللي ما بيحبش جوز الهند بلاش. هتقطعيها بقى مربعات سمبوكسات على حسب ما انت عايزه او حسب مزاجك، وهتحطيها في طبق تقديم. ودي شكل الرواني بتاعتنا بعد ما خلصت، وبالهنا والشفا. دي بردت خالص. هبدأ اقطعها واغرفها في طبق التقديم. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.